القصه ديال اليوم غريبه بزاف وكتخلع ودازت بزاف د المرات في السوشيال ميديا، ولكن بحكم جاتني غريبه وكتعجبني بزاف وكل مره كنتصنت لها قررت نعاودها لكم. مهم سميتي نورا، تزاديت في الكويت. ملي بديت كنكبر شويه اكتشفت انه عندي صوت زوين، كلشي كان كيقول لي تصلحي تكوني مغنيه. ودائما فاش كنت كنحضر شي عرس كيعجبني نوض عند الفرق اللي كتغني ونغني حتى انا مقطع معاهم، وكانوا الناس كيعجبوهم صوتي بزاف. انا فاش بديت كنفكر نخدم في الفرق الموسيقيه اللي كتنشط الاعراس، وبالفعل بديت الخدمه معاهم وكنمشي في كل عرس، ومع الوقت شهرت ولاو الناس كيعرفوني. وفين ما كان شي عرس في الكويت ضروري يعيطوا على نورا الدقداقه باش نشط ليهم عرسهم. في احد الايام كما العاده جاني اتصال من احد الناس وحجزوا موعد باش نغني لهم، ولكن الغرابه في الامر انهم قالوا لي العرس غيبدا مع 10 الليل، وحنا مولفين كيبدا العرس من قبل المغرب. انا ما تسوقتش ووافقت، وعيطت على الفرقه ديالي وقلت لهم النهار الفلاني راه غنمشيو لواحد المنطقه معزوله شويه عندنا عرس فيها. هي هذيك وصل اليوم الموعود ومشينا، وملي وصلنا لديك البلاصه تعجبنا بزاف بداك القصر اللي غنغنيو فيه، حيت كان فخم بزاف ومن برا كيبان غالي وزوين. ولكن الصدمه هي ملي دخلنا ولقيناه ما فيه ما يتشاف، كله قديم والحاجات اللي فيه متهالكه. ولقينا الماكله اللي حطوا للناس عباره عن لحم فقط بلا زياده ولا نقصان، وحنا معروف في الاعراس ديالنا كنديروا الرز مع اللحم والبطاطا وشحال من حاجه كنوعوا في الماكله ديالنا. انا والفرقه ديالي بدينا كنتعجبوا، وما جينا فين نهضروا تجت ماما العروسه وسلمت علينا ورحبات بينا، ولكن في السلام ديالها كان وجهها بارد بزاف وبشرتها حرشه بحال سلم عليك الكاغط الحرش. ديك الساعه طلعنا للفوق انا وصحباتي اللي في الفرقه باش نبدلو في البيت اللي خصو لينا، وقلت لي واحد صاحبتي سميتها فاطمه انا مرتاحيتش لهاد البلاصه وحاسه بالخوف. عاودنا تصدمنا فاش هبطنا للبلاصه اللي غنغنيو فيها، لقينا الدنيا عامره بالناس لدرجه بزاف باش دزنا وسطهم. حنا ديك الساعه بدينا كنغنيو شويه شويه كيبانوا لنا الناس بداو كيزيدوا كتر وكتر، وخا البيبان د القصر سادين وكيشطحوا بواحد الطريقه اللي غريبه وما مفهوماش. هنا بدينا كنتخلعوا ديال بصح شويه. دوك الناس فاش بديت كنركز فيهم كيبان لي وجههم مشوه ويديهم عامرين بالصغب، وحنا مكملين الغناء وحاسين بشي حاجه ماشي هي هذيك. والاغرب انه فاش نزلت العروسه والعريس كانت هي لابسه كسوه كحله عوض البيضه، والعريس لابس لباس قديم بزاف. هنا بدينا كنتاكدوا ان هادو اللي احنا معاهم ماشي بشر بحالنا. فاطمه هنا تخلعت بزاف وقالت لي خصنا نمشيو بحالنا دابا. انا هدنت الفرقه وقلت لهم لا راه الا نضنا ومشينا بلا حتى شي سبب يقدروا يديروا فينا شي كارثه، ديروا راسكم ما شفتوا والو ما سمعتوا والو وتصرفوا عادي. صافي كملنا الغناء وحنا مخلوعين، وكل ما كنزيدوا في النغم والطرب كل ما كتبان لنا شي حاجه اسوأ في دوك الناس. وفي الاخر كاع دوك الناس اللي تما بداو كيتمسخوا ورجليهم ولاو كيبانوا بحال ديال المعاز. صافي حنا ما قدرناش نحبسوا، خفنا بزاف، خفنا نوقفوا الغناء ولا نديروا ابسط حاجه نحسوا باللي عقنا بهم يحسوا باللي عقنا بهم تصدق طاريه فينا شي كارثه. صافي بقينا كنغنيو بدون انقطاع حتى ود الفجر. في ديك اللحظه اللي تقالت الله اكبر في الجامع تقطع الضوء على القصر كامل وتقطع معاه حتى الحس دوك الناس، وتخلعت انا والفرقه ديالي. ديك الساعه نضنا خرجنا بالزربه وبدينا كنتمشاو ونسربيو حتى تلاقينا واحد الراجل غادي يصلي. قال لنا فين غاديين وشنو كديروا هنا بعدا في هاد الساعه؟ قلنا ليه راه حنا كنا في واحد العرس في القصر الفلاني. الراجل تخلع وقالنا هذاك راه قصر مهجور منذ قديم الزمن وتا واحد ما ساكن فيه. وفعلا فاش التفتنا تبدل الشكل ديالو، تصدمنا بزاف حيت ما كانش كما لقيناه ملي كنا يلا غاديين ندخلوا ليه.
وقال لنا داك الراجل راه كيسمعوا لنا شي اصوات في شكل خارجين منه وكيقولوا انه مسكون. ايوا صافي تما فاش عرفنا اننا حضرنا عرس دلجين، ولكن الحمد لله ما تاديناش. ومن ديك الواقعه اللي وقعت لنا اعتزلت الغنى بصفه نهائيه وما بقيتش كنمشي لتا شي عرس.